العلم والتجربة. العلم والتجربة مش العلم والإيمان. بيقول لك الحاجات اللي احنا بنعملها في حياتنا او الخطوات اللي احنا بننجح فيها في حياتنا لازم تكون جاية من عن طريقين، يا جاية ان انا اتعلمتها فعملتها فنجحت، يا جاية ان انا جربتها قبل كده ففشلت فيها فعملتها تاني وتجنبت الخطوة الاولانية اللي انا عملتها اللي فشلت فيها فنجحت. هاويفر بقى ان هو مش العلم او التجربة ومش العلم والتجربة، هي التجربة بس، هي التجربة بس، هي التجربة بس، هي التجربة بس، هي التجربة بس. لان حتى الناس اللي كتبت الكتب هي كتبت الكتب بيزد اون حاجات جربتها فما نفعتش فجربتها تاني فما نفعتش فجربتها تاني فما نفعتش فاخترعوا المصباح الكهربائي. فكتبوا في الكتب ازاي اخترعوا المصباح الكهربائي، او جربوها فما نفعتش فجربوها فما نفعتش فجربوها فما نفعتش فقال لك دي الريسيبي بتاعت ازاي تعمل مكرونه بشاميل ما تتحرقش. يعني هو كل حاجه في الدنيا بالتجربه. طبعا العلم لو موجود هيبقى حاجه جميله جدا، العلم لو موجود ومعاه التجربه هتبقى حاجه جميله جدا 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 جدا. هاويفر بقى ان لو مش موجود العلم وموجوده التجربه انت هتعدي جدا جدا جدا. طب لو موجود العلم ومش موجوده التجربه هتبقى عالم بقى، هتبقى راجل بيدرس في الجامعه، هتبقى راجل بيدرس في الجامعه ويقول لك ازاي انت تعمل ماركتنج كامبين ناجحه جدا 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 ويوريك 17 18 كيس ستادي، بس حطه انتو اكشن وقول له تعالى اشتغل. اللي هو اتعلمه ممكن يطلع نتيجه وممكن 100% ما يطلعش نتيجه، لكن هات واحد تاني بقى عنده الحتتين، عنده العلم وعنده التجربه، هيبقى ده في ليفل هنا وده في ليفل هنا بعيد عنه تماما تماما. فانت لازم يكون عندك حاجتين دايما وانت بتشتغل، لازم دايما تكون قاري وعارف الناس التانية غلطت في ايه وشفت الناس التانية عملت ايه وقريت 30 40 كيس ستادي وتكون اشتغلت بنفسك وجربت بنفسك وعندك يور اون كيس ستادي، عندك حكاويك وعندك قصصك وعندك حاجاتك اللي تعملها فتطلع بيها نتيجة. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتس هنا تلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.